إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. الإيمان وصناعة الإنسان. إعداد وتقديم عبد المنعم أبو السعود. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في الله، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأهلا بكم معنا إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. نرحب في البداية بضيفنا الكريم الأستاذ أحمد حبيب، المدرب والخبير الدولي في تنمية الموارد البشرية. أهلا بضيفنا. أهلا بك أستاذ المنعم، أهلا بحضرتك. الإيمان يصنع دائما الإيجابية لدى الإنسان المؤمن حقا، والمشاركة في الحياة بكافة صور المشاركة الإيمانية والاجتماعية والأخلاقية وما شابه. نعم. وكثير من الآيات في كتاب الله عز وجل تأمرنا بالمبادرة والمسارعة. نعم. والاستباق إلى فعل الخيرات والصالحات. نود أن نتحدث في حلقة الليلة إن شاء الله كيف أن الإيمان يصنع المبادرة والإيجابية في حياة المؤمن. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أستاذ عبد المنعم، الإيمان هو أعلى نقطة في 4 حاجات، وهي أعلى نقطة في القلب، أعلى نقطة نشاط للقلب، أعلى نقطة نشاط للنفس، أعلى نقطة نشاط للروح، أعلى نقطة نشاط للعقل. عايز قلبك يكون في قمة عطائه، اربطه بالإيمان. عايز عقلك يكون في قمة عطائه، اربطه بالإيمان. عايز نفسك تكون في قمة عطائها، اربطها بالإيمان. عايز روحك تسمو عند أعلى نقطة، اربطها بالإيمان. وهنا يحضرني تعريف سريع لكلمة رباني. يقول لك ده فلان عبد رباني. يعني ايه رباني؟ كلمة رب، الره والبه، خلاص الله الرب. ألف ونون يعني أنت منتسب للرب. الياء شديد الانتساب للرب. إذا رباني تعرفها إنك شديد الانتساب للرب سبحانه وتعالى. ده فين؟ ليه المدخل ده؟ عشان أقول إن المؤمن هو الأقدر والأقدر على إنه يبادر بالحلول. من هو شديد الانتساب لرب الأسباب هو الأكثر قدرة على تطويع الأسباب. نعم. فالإيمان أستاذ الكريم بيعمل فينا إيه؟ الإيمان بياخدنا كده ويقول لنا ما ينفعش تعيش في مجتمع فاسد إلا وتبادر بحل. ما ينفعش تعيش في مجتمع خامل إلا وتحط دواء. ما ينفعش تعيش في مجتمع يسوده سوء الخلق إلا وتبدأ وتبادر. فكلامنا النهاردة بهذا العنوان الدقيق في هذا الكلام المباشر: الإيمان بكل ما تحمل الكلمة من معنى يصنع المبادرات. وسأدخل مع حضرتك بشكل مباشر في شكل عملي، في تجربة عملية في موضوع المبادرات. إيه؟ إحنا في مبادرة أطلقناها عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة الوقورة المباركة، أسأل الله أن يبارك فيها وفي كل من يعمل فيها. المبادرة بعنوان العلم حياة. الفكرة جت منين؟ مجموعة من الشباب، فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. نسأل الله أن يكونوا كذلك، نسأل الله أن يحتسب من عندهم من هؤلاء. قلنا مصر بتمر بمرحلة دقيقة فاصلة في حياتها، والشيطان يكمل في التفاصيل، والشيطان يكمل في الأخطاء والمشاكل. فقدامنا حل من 2: إما إن إحنا نغوص في الأخطاء، نغوص في المشاكل، ونقعد نعرف الماء بالماء ونعلق على الأحداث وكأن مفيش في حياتنا غير السلبيات، قتل فلان، اغتيل علان، ضربوا اسم، حرقوا مش عارف إيه. أو نعمل حاجة تانية. قال ابن القيم الدواء في كلام قيم، قال: المؤمن كالطائر كلما علا بعد عن الآفات. فسأل نفسنا سؤال: إيه اللي لو عملناه نبعد عن الآفات بالعلو؟ فما هو السمو المطلوب؟ فما هو العلو الكافي عشان نبعد عن الآفات وننقذ بلدنا وناخد بإيديها وندي بلدنا كتير زي ما هي ادتنا، ومهما عطيناها مش هنقدر نكفي؟ العمل والإنتاج. الله يفتح عليك. العمل والإنتاج. فين نقطة الانطلاقة منه؟ العلم. نعم. فقلنا يلي بتشتكي ان زوجتك تعباك، تحل ده ازاي؟ العلم. يلي مش عارفه ازاي ترضي زوجك، العلم في الجزئيه دي، العلم في كل حاجه. نعم. العلم في كل حاجه.
الله يفتح عليك في كل جزئيه من جزئيات الحياه. نعم. يا ايها الصانع، ازاي تبقى فعلا مؤثر في الدنيا؟ ده انت مجرد صانع؟ لا، انت مش مجرد صانع، في صانع فارق في المعادله بايه؟ بالعلم. هل في صانع فارق مهم رقم صعب بايه؟ بالعلم. هل ممكن واحد مهنته بسيطة جدا ونحن نحترم ونجل كل المهن، لو عامل بسيط نظافة مثلا في الشارع، هل ممكن يكون فارق في المعادلة؟ الإجابة نعم. بالعلم. طيب يا أيها الحاكم، أنت ممكن ترضي الناس المحكومين وتساعدهم وتنميهم بالعلم. طب يا أيها المحكوم، لو أنت حابب تحصر الحاكم مطلوب منه إيه بجد فعلا بمنتهى الحيادية والإنصاف؟ بالعلم. طيب يا أيها العاطل اللي ما عندكش مهنة ولا وظيفة، ازاي يبقى عندك مهنة وظيفة؟ بالعلم. فقلنا هنعمل مبادرة العلم حياة. العلم حياة. وحطينا شعار للمبادرة، قلنا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. ممكن تفسح اللي جنبك في العلم، ربنا يديك أكتر. وأنفق ينفق عليك، مش بس في المال، في علم بمعنى فيفسحه في العلم فيعطيه. يعني. يا أيها الذين نعم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وسع للي جنبك في العلم، اديله. انقل له علما، عامل زي اللي بيتبرع بالدم، طلع دم ربنا يديك دم جديد ودم يتنشط. طلع علم ربنا يديك علم جديد. أنفق ينفق عليك، مش بس في المال، في زكاة فلوس وفي زكاة علم. نعم. وفي زكاة صحة وفي زكاة صحة وفي زكاة كل حاجة. نعم. أستاذ عبد المنعم، احنا جايين نقول بوضوح شديد ان المبادرة دي بتعني بشكل مباشر جدا هدف لا نحيد عنه. حتى ناس كلمونا قالوا طب انتوا بتفكروا مثلا تطوروا؟ قلنا لهم احنا هنطور في هدفنا. ايه الهدف بتاعنا؟ احنا عايزين نجوب مصر كلها، محافظات مصر كلها، ان مين عنده علم ومين محتاج علم، فاللي عنده يصب على اللي ما عندوش. نعم. يعني اتصل بينا واحد بعد ما اطلقنا المبادرة بيقول لي انا عندي علم في لف المواتير، في شباب محتاجين ان هم يتعلموا المهنة دي والحرفة دي، اعلمهم يكسبوا بيها صنعة. قلت له اهلا بيك. اتصلت بيا بنت في اولى ثانوي بتقول لي يا استاذ احمد انا عندي امتحانات ومش فاضيه. فاتخذت كده، طب انت بتتصل ليه لما انت مش فاضيه؟ قالت لي ولو اديتني مهمه دلوقتي مش هعملها وبرضه مش هقدر اتابعكم. فانا برضه استغربت، طب انت بتتصل ليه بعدين يعني لما انت مش فاضيه وفي اولى ثانوي وعندك امتحانات؟ قالت لي انا بتصل بيك عشان اقول لك ان انا حسيت ان انا ممكن يكون ليا قيمه، سواء خدت او اديت، طبعا سواء اعطيت علم او دلوقتي ما عنديش الا دي هتعلم في هدي بعد كده. فانا حسيت، فانا بشكرك واوعدك ان اول ما اخلص الامتحانات هتصل بيك. اتصلت بيا الاستاذه اميره بتقول لي انت في الحلقه ساهمت ب 125 محاضره فيديو بتعلم الناس الجرافيكس والمالتي ميديا. انا بقول لك انا معايا 100 محاضره بتعلم تصميم المواقع وتطوير المواقع، اتفضل انت فين اجيلك اديك المحاضرات دي. وجات لنا فعلا وادتني المحاضرات. فدي الفكره. اتصلت بيا الاستاذه اسماء من شمال سيناء بتقول لي انا عامله خطه كامله للمدينه الفريده، انا عامله بنيان ورسم هندسي كامل ازاي تكون في مدينه حضاريه، وعامله ما يسمى باعداد المواطن المصري نفسيا وذهنيا وعقليا وروحانيا وايمانيا وتربويا، ومعاها مدربين شغالين معاها على المشروع ده. اتصل بيا مدراء شركات ومصانع، اتصل بيا يعني مسؤول في الدوله قال لي انا جاهز اعمل 11 مصنع في تدوير الزباله وبايدي مصريه، هحل لك مشكله 100,000 عامل بهذه الفكره. انا عايز اتواصل مع اصحاب القرار اللي ممكن يسووا حاجه زي كده. اتصل بيا مدربين تنميه بشريه قالوا لي، واحد يقول لي انا ليك عندي ساعتين زكاه علم يوميا استخدمني مطرح ما. اتصلت بيا الدكتوره نهاد مصر الجديده بتقول لي ايه؟ بتقول لي انا لسه راجعه من امريكا انا واولادي وهنعمل مركز تدريب وخلاص في النهايه بتاعته احنا ما عندناش مشروع، انت المشروع بتاعنا. خلاص تعالى كده حملت ما شاء الله اعانك الله وقواك. نعم. تنظم هذه يعني المبادرات، نسال الله وتوجهها وتكون فريق عمل بقى، الله المستعان يعني. والله سبحان الله اتصل بينا مئات، تواصلوا معانا بالاس ام اس وعلى الصفحه على الفيسبوك بيج بتاعتنا ان احنا معاكم، قولوا لنا نعمل ايه. وفي ناس المفاجاه بقى، واحد اتصلت بينا من سوهاج بتقول لي انا يعني في مجتمع لا يعتني بتطوير الكادر، لا يعتني بتأهيل المورد البشري. انت لو قلت لي تعالي دلوقتي القاهرة ابني برج، هاجي ابني برج، بس قول لي اعمل ايه؟
قول لي نبدأ منين. فسبحان ربي العظيم سألت نفسي سؤال، قلت هو في أعظم من الإيمان إن هو يقدر يقول للناس أين يجب أن تذهبوا وكيف يمكن لكم أن تذهبوا؟ يعني يا أستاذ عبد المنعم، السؤال هو إحنا عندنا أكرم في حياتنا من علاقتنا بربنا وانتسابنا ليه عشان يوجهنا، يقول لنا افعل ولا تفعل. إذا قامت الساعة في الحديث النبوي يعني لآخر لحظة الإنسان يعطي وينتج ويبني. نعم. فإحنا بندعو كل الناس والأحباب عبر هذا الأثير المبارك إن هم يشاركوا معانا. لو إعلامي يقدر يوصل الصوت، يتصل بينا، اتصلت بينا إذاعة صوت العرب، اتصلت بينا أحد المجلات يعني، وآخرين اتصلوا، يلا تعالوا نقول الفكرة ونتبنى الفكرة معاكم كمنبر إعلامي يوصل الصوت، كمنبر إعلامي يقول أنا معاكم، يعني نقدر نساند ونساعد. يعني دعني أسأل سؤال ربما يعني عندي لدى المستمع الكريم. نعم. هل أنت الأستاذ أحمد حبيب كفرد مجتهد في هذا المجال تستطيع أن توجه هذه الطاقات والقدرات والذين اتصلوا جميعا جزاهم الله خيرا، نعم، وفعلا تحول الإحساس والشعور والحماس إلى مبادرة فعلية وعمل نراها على الواقع إن شاء الله؟ نعم والله إنه ليسير على من يسر الله عليه. نعم. وبعدين أنا واحد بحترم نفسي جدا. استعن بالله ولا تعجز. نعم. فنستعن بالله سبحانه وتعالى ونستعن بأهل التخصص. وبعدين أنا حطيت بذرة ومعايا مجموعة من المدربين، وده أقسم عندي. نعم. وأنا صورت وأنا في كلية الإعلام في أحد الجامعات العربية، صورت 125 محاضرة فيديو بالصوت والصورة بشرح فيهم مالتي ميديا وجرافيكس وصناعة الألعاب وزي تمتهن مهنة المونتاج وتحليل الصوت وهندسة الصوت. فبفضل الله سبحانه وتعالى أهدينا هذه المحاضرات للسادة المستمعين هدية مجانية. وقلنا دي بذرة. فبدأوا الناس يقولوا طب واحنا معاك خد دي، طب واحنا معاك كمل بدي. اتصل بينا دكاترة الجامعة، تعالوا نقابلكم بالطلبة بتوعنا ونشتغل مع الطلبة بتوعنا إلى آخره. فنتمنى من الأحباب كلهم يتواصلوا معنا سواء على التليفون أو على الفيسبوك، إن يكونوا ضمن الفريق، إما إنك قادر تعطي أو محتاج تاخد، أهلا بيك. نعم. هذه مبادرة إذن إذاعة القرآن الكريم تتحول من مجرد منبر دعوي وتثقيفي وفي الفقه وأمور الدين إلى منبر أيضا بناء ودعم طاقات وتوجيه مسارات إلى حياة أفضل ننشدها جميعا في حياتنا وفي أيامنا القادمة. أستاذ أحمد يتفضل بذكر رقم الهاتف الذي يمكن للتواصل معه إن شاء الله عليه. جزاكم الله خير. الهاتف 0111 نعم 649 0001 03 649 301. مرة أخرى حتى يستطيع الإخوة المستمعون نعم. فتح هواتفهم للتسجيل أو إحضار ورقة وقلم. بعد نصف دقيقة سأقول الرقم مرة أخرى إن شاء الله. جزاكم الله خير. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المبادرة في ميزان حسناتك، ولا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ويكون لفظ هدى يشمل أكثر من الهداية القلبية والإيمانية. نعم. كل نبتة تزرع وكل يعني مصنع يبنى وكل مبادرة تقدم هي إن شاء الله لبنة بناء في هذا الوطن وفي صرح الإسلام العظيم إن شاء الله.